أهلا بيكم أعزائي المشاهدين والمتابعين لقناتنا قناة فور يو من أجل لكم فيديو جديد معانا في مجال الشروحات اللي بنقدمه لكم على القناة في كورس الشروحات. والنهاردة جاي أشارك معاكم حاجة جميلة جدا قوي هتعجبكم، هتعجب أي حد بيقدم محتوى للشروحات أو مثلا بيقدم محتوى تعليمي. لها استخدامات كتير معانا، هنلاقي فئة كتير من المجتمع بيستخدموا الحاجة دي. الفيديو اللي جاي اقدمه لكم النهارده هشارك معاكم ارخص حامل موبايل او حامل مايك ممكن تستخدمه موجود في السوق. فعليا الحامل ده اقل من 50 جنيه، يعني مش فلوس خالص. ناس كتير قوي بيعجبهم الحامل ده وبيجيبوه، خصوصا ان هو متعدد الاستخدامات، له اكتر من استخدام. بصوا حضراتكم، ده شكل الحامل اهو. مبدئيا هو له قاعدة متينة، والقاعدة دي تقيلة، فيها تقل من تحت عشان تخلي الحاجة اللي هنحطها على الحامل تبقى راسية ثابتة ما يوقعش. بصوا ما بيوقعش زي ما انتم شايفين. له مستويات ان انا اوطيه او اعليه. طبعا ممكن المسمار ده اشد عليه شوية لو لقيته خفيف معايا. وله مستويات هنا، برفع كده وبعلي كده، بعدين اثبته كده. يعني ممكن لو انا حاطه كده على مكان مش مستوي، عاوز اجيبه كده شوية اجيبه كده شوية، ارفعه لفوق اجيبه لتحت، بقدر اعمل الكلام ده من خلال المفصلة دي والبلية والصامولة اللي موجودة هنا. اقدر اغير في الاتجاه بتاعه عشان اظبطه على حسب ميل الحاجة اللي انا بحطها عليه. ممكن انا المكتب يكون مميل من جنب وعالي من جنب، واطي من جنب وعالي من جنب، بقدر اعدل الميزان بتاعه من هنا، اظبط الارتفاع بتاعه. ده بالنسبة للحامل بتاع الموبايل. طبعا معايا ان انا اوسع وضيق. في موبايلات بيبقى المقاس بتاعها كبير اكتر من الموبايلات التانية، فمعايا اتاحة ان انا ازود في المساحة. شوفوا ياخد موبايل لحد قد ايه. بس طبعا صعب انه ياخد تابلت 7 بوصة او 10 بوصة، هيبقى عريض جامد فمش هيجي معاه. والتابلت هيبقى طويل، فالتابلت دوت هيبقى تقيل عليه شوية، فممكن ياخده وينزل. ده اذا في حالة ما ان هو جه جوه هنا والمسافة دي اخدته. بس طبعا ما انصحش بالتابلت لان احنا هنشد دي جامد. دي في النهاية بلاستيك فممكن تتكسر مننا. الصراحة الحامل ده معايا بقاله يعني حوالي 8 شهور، شغال بيه، بثبت عليه الموبايل، شغال بيه لايف، شغال بيه تصوير وشروحات. الصراحة جميل جدا، رغم ان هو شكله يعني الى حد ما خفيف شوية، لكن بصراحة اكتشفت ان الماتيريال بتاعته كويسة وعمل. كمان بقدر ان انا افتح الصامولة دي واعليه كده، يعني ده بيبقى طوله مديني برضو ارتفاع كويس زي ما انتم شايفين. ده بقى استخداماته مثلا للمدرسين اللي بيعملوا شروحات. في مدرسين كتير قوي بيستخدموا الحامل ده في الشغل بتاعهم، اللي بيفتح لايف وبيبقى قاعد على مكتب، بيحط الموبايل عليه، بيثبته عليه ويعليه على حسب الارتفاع اللي هو عاوزه ويشتغل بيه برضه. وممكن اللي بيعمل شرح اليوتيوب بيبقى حاطه على مكتب قدامه وبيشرح بيه. لو على المكتب ما يقدرش يستخدم الترايبود، لان الترايبود بيبقى عالي، مفيش مكان قدامه يحطه عليه في الارض، بيبقى قاعد على مكتب مثلا وبيعمل شرح، فالترايبود في بعض الاوقات ما بينفعش ان احنا نستخدمه، فبيضطر ان هو يعوز حاجه صغيره، حاجه يحطها على المكتب. في نفس الوقت بتبقى حاجه راسيه، يعني حاجه القعده بتاعتها تقيله. ده القعده بتاعته الصراحه تقيله ومتينه وكويسه، والعمود بتاعه متين وتقيل وكويس، فجميل قوي في الاستخدام وريحني خالص، جميل جدا. وفي بقى حاجة تانية، الحامل ده في منه نفس الشكل كده، بس مش حامل موبايل، حامل مايك. بس طبعا انت ما بتشتريهوش يشغل الاتنين، انت يا اما بتشتريه متركب فيه القطعة بتاعة المايك، يا اما بتشتريه متركب فيه القطعة بتاعة الحامل.
فالتعديل اللي انا عملته في الحامل ده عشان اخليه متعدد الاستخدامات، هو انا لما اشتريته ما كانش متعدد الاستخدامات، هو كان حامل موبايل بس. بعد كده ببص في المحلات لقيت نفس الشكل، لكن حامل مايك دايناميك. مايك الدايناميك اللي هو مايك المساجد او مايك الافراح اللي هو بيغنوا بيه على المسرح، ده اللي كان بيشيله الحامل ده. فانا قلت طب ليه انا ايه اللي يخليني اشتري حامل تاني على بعضه عشان خاطر المايك لو عاوز استخدم مايك دايناميك؟ طب ما انا اروح اجيب المشبك بتاع الحامل وانا استخدمه هنا، بقى عندي الحامل متعدد الاستخدامات، منه حامل لمايك ومنه حامل لموبايل. بالفعل رحت سألت عليه لقيته زي ما انتم شايفين اهو. ده المشبك اللي بيركب فيه المايك، مايك الدايناميك او مايك المساجد. طبعا مايك الكوندنسر لا، مايك الكوندنسر لازم بيجي مع الشوك مايك بتاعه اللي بيمنع الاهتزاز والصدمات وصوت الصدمات والخبط، وبيجي معاه الحامل يا اما بيبقى حامل عمود ثلاثي يا اما بيبقى حامل بيتربط في المكتب. في شكلين من الحامل ده بيبقى بتاع المايك الكوندنسر لانه بيبقى وزنه تقيل شويه عن حامل الدايناميك، وما ينفعش دي تمسكه لان دي هتنقله صوت الاهتزاز والخبطات، لكن التاني ما بينقلوش صوت الاهتزاز والخبطات، فبيبقى له حامل بيتثبت على المكتب او حامل عمودي بيبقى باربع رجول زي الترايبود كده. فانا اشتريت دي، في منها كذا نوع، في منها ب20، في منها ب30، ب35. انا لقيت التقيله المحمله ب30 او ب35 على ما اتذكر. بنركبه ازاي؟ طبعا دي بتربط كده عشان اثبت مثلا، يعني بربطها كده وبفك كده انا فكيت حامل الموبايل. كده انا هقلبه حامل مايك، شايفين؟ زي ما انتم شايفين كده انا قلبته حامل مايك. برفع دي كده، مركب المايك هنا كده، بقى انا عندي حامل مايك كده. ده بقى حامل متعدد الاستخدامات، ملوش استخدام واحد. رقم واحد حامل مايك، رقم اتنين حامل موبايل. عاوز استخدمه للموبايل تمام، اركب دي واستخدمه للموبايل. عاوز استخدمه للمايك، معايا القطعة بتاعة المايك. بدل ما اروح اشتري حامل تاني ب50 جنيه، اكيد هو غلى عن ما انا اشتريته، انا كنت شاريه من 8 شهور، دلوقتي ممكن يوصل ل100 او ل90. بدل ما اروح اشتري كمان حامل ب90 جنيه، لا انا جبت دي ب30 جنيه وركبتها على نفس الحامل. وقت ما عاوز ده اركبه، وقت ما عاوز ده اركبه. وكده الشرح بتاعنا خلص، يا رب تكونوا استفدتوا منه. في انتظار دعمكم لينا يا جماعه، اشتركوا في القناه وفعلوا جرس الاشعارات واكتبوا لنا تعليق وشاركوا الفيديو مع كل اصدقائكم عشان الكل يشوف الفيديو ويستفيد. وادخلوا على قناه التليجرام يا جماعه وتابعونا عليها، بننزل عليها كل الجديد وكل الشروحات وكل التحميلات بتاعه البرامج اللي بننزلها.